مباراة قوية، صراع النقاط بين الأهلي جدة في الحزم. الدوري السعودي، الملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة. وضع الأهلي جدة قبل المباراة: لعب 19 مباراة، المركز الثاني، النقاط 44 نقطة، له 33 هدف، عليه 12 هدف، أقوى دفاع تقريباً. متوسط التسجيل 1.7 هدف لكل مباراة، متوسط الاستقبال 0.6 هدف لكل مباراة. أهلي متوازن، دفاع منظم، صبل في البناء، وحسم عند الحاجة. الحزم: لعب 19 مباراة، المركز 11، النقاط 21 نقطة، له 20 هدف، عليه 35 هدف، متوسط الاستقبال 1.8 هدف لكل مباراة. الحزم فريق متذبذب، يسجل أحيانا لكن دفاعه يعاني بشدة خارج ملعبه. التشكيلة: الأهلي جدة، لو بتحب كورة اعمل لايك واشتراك، فعل الجرس. حارس المرمى: إدوارد مندي. الدفاع: علي مجرشي، روجر إيبانيز، ميريا ديميرال، عبد الإله العمري أو سعد بالعبيد. الوسط: فرانك كيسي، ألان سانت ماكسيمان أو لاعب ارتكاز ثان حسب الخطة، رياض محرز. الوسط الهجومي: روبرتو فيرمينو. الهجوم: فراس البريكان أو إيفان توني. التحليل الفني: الأهلي جدة. الأسلوب اللعب: طريقة 4-2-3-1، بناء هادئ من الخلف، تحكم في وسط الملعب، ضغط متوسط يتحول عال عند فقد الكرة. مفاتيح القوة: المنظومة الدفاعية، خطوط قريبة، تغطية ممتازة، تقليل المساحات. التحكم في الإيقاع: الأهلي يعرف إمتى يسرع وإمتى يهدئ. الكرات الثابتة، سلاح مؤثر جدا مع التفوق البدني. نقطة الحذر: البطء النسبي عند التحول الهجومي لو اتقفل العمق. سؤال المحبين: الأهلي جدة، هل الأهلي يعمل مفاجأة الدوري السعودي وفاجأ الهلال؟ الإجابة عند الجمهور. التشكيلة: الحزم: حارس المرمى، حارس أساسي. الدفاع: ظهير أيمن، قلب دفاع، قلب دفاع، ظهير أيسر. الوسط: محور دفاعي، لاعب ارتكاز، جناح أيمن، جناح أيسر. الهجوم: مهاجم صريح، مهاجم متأخر أو صانع لعب. الحزم: يغير حسب الخصم. التحليل الفني: الحزم. الأسلوب اللعب المتوقع: طريقة 4-4-2 تتحول 4-5-1، دفاع متوسط إلى متأخر، لعب مباشر وكرات طويلة. مفاتيح اللعب: المرتدات السريعة، استغلال المساحات خلف الظهيرين، التسديد من خارج المنطقة. نقاط الضعف: سوء تمركز الدفاع، انهيار بعد استقبال الهدف الأول، ضعف الرقابة داخل الصندوق. المواجهات التكتيكية الحاسمة: لو بتحب كورة اعمل لايك واشتراك، فعل الجرس. وسط الأهلي في تكتل الحزم، أطراف الأهلي في بطء أظهرة الحزم، الضغط العالي للأهلي في خروج الحزم بالكرة. لو الأهلي سجل بدري المباراة تميل له بالكامل. السيناريو المتوقع: استحواذ أهلاوي 60-65%، ضغط تدريجي، هدف أول في الشوط الأول أو بداية الثاني. الحزم يتراجع أكثر بعد الهدف. التوقع الفني: النتيجة الأقرب 2-0 أو 3-1 للأهلي. أول مسجل: مهاجم الأهلي، الأهلي يسجل أولاً، احتمال مرتفع. عدد الفرص: الأهلي أعلى بوضوح. خاتمة للفيديو: الأهلي يلعب بثقة المنافس على اللقب، والحزم يبحث عن الخروج بأقل الخسائر. مباراة عنوانها السيطرة مقابل الصمود، والحسم في التفاصيل. مع المحلل أداء أحمد مجدي. لو عجبتك الفيديو اعمل لايك واشتراك، فعل الجرس، وهجيب لك كل أخبار كورة عالمية، المتعة الحصرية. شكرا عليه المتابعة.